الأخ سأل سؤال خارج الحلقة، أنا أترك اختيار الإجابة وعدم الإجابة لكم فضيلة الدكتور. أنا سأجيب ما دام أنه لأن استحضرت نقطة حدثنا، ذكرت نقطة مهمة جدا. تفضل. أتذكر أنه أول شيء هزني عندما كنت أدرس في المدارس الوهابية، وهذه النقطة قصة ترتبط بالآية وإن كانت آية أخرى، ولكنها ترتبط بذكر الإمام علي في القرآن. نعم. لأنه هو إشكال أنه لماذا لم يذكر الإمام علي؟ لماذا لم يقول إنما وليكم الإمام علي؟ لماذا لم يذكر اسم الإمام علي صلى الله عليه وسلم؟ قل أنا أتذكر كنت أيامها وهابي أدرس في المعاهد الوهابية، وكان من الكتب التي نرجع إليها كتاب تفسير عند الوهابية معروف، وهو تفسير الإمام الشوكاني، لأن كتب الإمام الشوكاني تدرس في السعودية، سواء نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار لابن تيمية الجد، ليس ابن تيمية المعروف، جد الإمام ابن تيمية، أو كتاب تفسير الشوكاني يدرس. أنا أذكر أول شبهة هزتني ولكن لم تؤدي إلى تشيع، لأنه بعدين دخلنا في عالم آخر وتشيعت يمكن بعدها ب3 سنوات. كنت في المكتبة أطالع، ففجأة فتحت آية، ما أدري ما السبب لأن المسافة الزمنية بعيدة، ما أدري ما الذي، هل كنت أبحث في الآية هذا، لكن أستبعد أن ما كان هذه الآيات أصلا نؤمن فيها أنها تتعلق بالإمام علي، ولم يكن عندي أي نظرية نحو أهل البيت، كان عندي المرجعية الكبرى هي للصحابة. نعم. ففجأة قرأت قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه، وبدأت أقرأ كلام الإمام الشوكاني، والشوكاني هو معروف عندهم مقلدين في الهند وفي اليمن وفي بعض السعودية، معروفة بالوهابية الشوكانية، باعتبار أنه خط من خطوط الوهابية، وهو عنده قصيدة في مدح الإمام محمد عبد الوهاب، أو لا، قصيدة في رثاء محمد عبد الوهاب، لأنه هو معاصر له، رثاه في ديوانه مطبوع، والوهابية تفتخر بهذا القصيدة أن الإمام الشوكاني مدح الإمام محمد عبد الوهاب. فقال الإمام الشوكاني نقل عن ابن مردويه رواية أنه قال عن في مصحف عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ هذه الآية بهذا الأسلوب، كان يقول عبد الله بن مسعود: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ثم يقول: هكذا نزل. فأنا أغلقت الكتاب. كان عندي ابن عمي صديقي كان هو يدرس في كلية الهندسة وأنا أدرس في العلوم الدينية، متخصص في، كنت إمام مسجد جامع الأسطى أيامها. فكانت بالنسبة لي مفاجأة، ذهبت إليه قلت له: يا عبد الرحمن، هذا ابن عمي، اليوم أنا والله كلام خطير جدا. قلت له: أنا كنت أدرس الكلام الشوكاني، قال إن عبد الله بن مسعود كان يقرأ الآية هكذا ويقول: هكذا نزلت بهذه الطريقة. وبعد ذلك بحثت، وإذا عند أهل السنة كلام ابن مسعود عندما يقول هكذا نزلت أنه تفسير مزجي، أن ابن مسعود صار مقتنعا قناعة مطلقة أن الرسول كان يعني الإمام علي، فكان من كثر عقيدة بأن الإمام علي ركز عليه النبي بأن له الولاية، كان يذكر اسم الإمام علي. فحقيقة هذه الأيام قال لي الشيخ عبد الرحمن ابن عمي، قال: نذهب إلى العلامة الدكتور الديلمي شيخي. يا الله، أنا من أعظم، الشوكاني أو الديلمي؟ الشوكاني إمام المفسرين عند الوهابية، والديلمي الدكتور عبد الوهاب الديلمي عالم من علماء. قلت له: أنا لا أستطيع أن أذهب من الشوكاني إلى الديلمي. فأنا أقول أن الروايات متواترة في كتب أهل السنة وفي كتب السلفية وفي كتب الوهابية، أن الصحابة في مصابيحهم كانوا يذكرون اسم الإمام علي حتى بهذه الآية. ولكن حينما صدر القرار من الخليفة الأول جردوا كلام رسول الله عن القرآن، تم حذف اسم الإمام علي. فأنا أقول كان اسم الإمام علي مذكور، ولكن على سبيل التفسير، حتى لا يقول شخص
أنني أقول بتحريف القرآن. مع كان اسم الإمام علي مذكور، ولكن على سبيل ما سمي عند أهل السنة بالتفسير المزجي. كان عبد الله بن مسعود، أنا أقول له راجع مصحف عبد الله بن مسعود في كتاب المصاحف موجود، وانظر في مصحف عبد الله بن مسعود كان اسم الإمام علي مذكور، لكن على سبيل التفسير. إذا فهذا الإشكال غير وارد أصلا. يعني علماء ونحن لا يفرق عندنا هل ذكر، لأن الرسول حينما ذكر اسم الإمام علي بأمر الله، فلا يفرق سواء ذكر اسم الإمام علي في هذه الآية في السنة النبوية أو ذكر اسم الإمام علي في الوحي القرآني، لأن علماء أهل السنة أجمعوا لا فرق بين الوحي القرآني والوحي النبوي، لأن الأمرين نزلا من جبرائيل، ولذلك كان يقول هكذا نزلت. عبد الله بن مسعود ما كان يقول هكذا نزلت، يعني أن اسم الإمام علي نزل باسم جبرائيل، ولكن الرسول قال أيش؟ أن هذا يذكر في الحاشية لا يذكر في متن القرآن. إذا فهذا الإشكال غير وارد حقيقة، اسم الإمام علي مذكور، إلا إذا قالوا أن كلام النبي غير حجة. إذا قالوا أن كلام النبي غير حجة سنقول اسم الإمام علي غير مذكور، وهذا كلام خطير يعني. ولذلك يقول الإمام الصادق كلمة عظيمة: لو قرأت القرآن يعني بعمق وجدت أننا سمينا في القرآن. هذا هو المعنى، ليس المعنى ما يتصوره إخواننا الوهابية أن الإمام الصادق يعني أن القرآن حرف وحذفت الأسماء. نعم حذفت الأسماء بأمر من الخليفة الأول والثاني والثالث، ولكن كانت الأسماء من كلام رسول الله، وكلام رسول الله هو كلام الله ونزل بوحي، ولذلك قال هكذا نزل. إذن فالإشكال هذا يعني ليس وارد، وإنما أنا أشوف أن هذا فيه تلاعب، هؤلاء يتلاعبون. والله وبالله أنا عقيدتي وكنت وهابيا لا فرق عندي بين أن يسمى اسم الإمام علي في القرآن أو يسمى اسم الإمام علي في السنة، لأن الإمام ابن تيمية يقول: من فرق بين كلام النبي وكلام الله فقد كفر بالله ورسوله. أصلا الإمام ابن تيمية يقول: فمن قال أن تسمية رسول الله الإمام علي إنما هي بأمر رسول الله ولا توجد في القرآن وأنا لا أحتج بهذه التسمية فقد كفر بالقرآن على حسب ميزان ابن تيمية. ولذلك وأنا أقول مسألة أخرى، هم يقولون لماذا لم يسمى أهل البيت؟ يا أخواني آية التطهير أليست تسمية صريحة لأهل البيت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه الآية ذكر فيها اسم أهل البيت، هل استفادوا من هذه التسمية؟ والله والذي لا إله إلا هو لو كان اسم الإمام علي ذكر لقالوا هذا علي آخر، مثل ما الآن ذكر أهل البيت قالوا لا هذه ليس أهل البيت، هذه عائشة، هذا نساء النبي. سيقول علي بن محسن الصلوي صحابي كان موجود وقتل في معركة بدر، ليس علي بن أبي طالب. فأنا أقول هذا لا يفيد. والله لو ذكر الإمام علي في القرآن 1000 مرة لقالوا ليس علي بن أبي طالب أصلا، ليس هو المقصود. نعم يقولوا علي آخر، سيخترعوا اسم آخر. المشكلة أنه ليس من أراد، والله أن عبارة الأئمة صحيحة، لو قرأ القرآن إنسان بإنصاف لوجد أهل البيت سموا بأسمائهم في القرآن، بأسمائهم في كلام رسول الله. إذن فالقضية هذا نوع من التعصب. أهل البيت ذكروا في القرآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآن اسأل أي وهابي متعصب في العالم يقول نساء النبي، ليس أهل البيت، ليس أهل الكساء، نساء النبي. نعم سيقول لك ليس علي، هذا علي آخر. هل نفع ذكر أهل البيت في القرآن؟ ما نفعه. أنا كنت وهابيا، كنت عندما أقرأ آية التطهير أقول سلام الله على عائشة، أصلا لا يخطر في ذهني أنها مرتبطة بالإمام علي. يعني هي مسألة تبرير أو ذرائع بالنسبة إلى مثل هذه الآيات، ولكن بالرجوع إلى أهل العلم وإلى أهل الفن الذين هم الصحابة القدامى يمكن الرجوع إلى كتب الوهابية. لو رجع إلى كتب الوهابية لوجد الإمام علي ذكر اسمه. نعم أنتم ذكرتم كتاب الشوكاني. طيب أنا أعود إلى موضوع حلقتنا هذه الليلة وهو كتاب الإمام، ولكن أنا ركزت ليش؟ لأنه أنا رأيت في المناظرة أمس بين الشيخ عدنان عرعور والأستاذ عبد العال المصري، وجدت أنه هو هكذا
يا عدنان العرعور يقول للأستاذ عبد العال: أين الإمام علي في القرآن؟ أين الإمام علي في القرآن؟ الإمام علي في القرآن موجود في مصحف عبد الله بن مسعود، إلا إذا كان مصحف عبد الله بن مسعود عندهم ليس معتبر، وإن المصحف عندهم فقط مصحف عثمان. إذا قال لي أنه يكفر بمصحف عبد الله بن مسعود فهذا انحراف كبير، لأن مصحف عبد الله بن مسعود لا يقل شأن عن مصحف عثمان. أنا أقول نعم، في مصحف عثمان حذف اسم الإمام علي، لكن في مصحف عبد الله بن مسعود موجود في اسم الإمام علي بشهادة علماء الوهابية، بشهادة الشوكاني.